السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معلومة كده عرفتها على الماشي ان في جزء من الناس اللي بيتابعوا فن وتوفير نفسهم يعملوا صابون بلدي زي اللي بنشوفوه كده مع بعض في الفيديوهات بتاعتنا اللي بنعملها سوا. بس للاسف ما فيش عندهم زيت مستعمل. الناس دول بقى اللي هنقول عليهم ايه؟ يعني انا اكتشفت انهم ناس هيلثي، بياكلوا اكل صحي، يعني بيستعملوا الاير فراير اللي هي القلاية الهوائية. طبعا هي بتاخد معلقتين 2 بس زيت، فهيكون عندهم زيت مستعمل منين؟ النهارده بامر الله لو انت من المجموعه دي الفيديو هيكون ليكي، هتلاقي حل بامر الله وتقدري تعملي معانا صابون بلدي بعد الفيديو ده. اما لو انت من اللي بيتابعوني اصلا وبينفذوا وصفاتنا وبيطبقوها، فان شاء الله بامر الله برضو هتطلعي من الفيديو بمعلومه او معلومتين على الاقل. تابعيني ومش هتندمي. النهارده هنعمل مع بعض صابون بلدي من غير زيت مستعمل. شايفين لون الصابونه وشايفين الاجزاء البيضاء اللي فيها دي؟ هو المفروض ان كان في مقطع عليه صوت الصابون، بس للاسف انا مش عارفه، اكتشفت كده انه اتحذف. شايفه ازازتين الزيت اللي قدامك دول؟ الزيت ده يا جماعه زيت تموين. الناس اللي عندها بطايق تموين عارفين الزيت ده كويس قوي. طبعا احنا عندنا بطايق تموين بنصرف بيها حصه كل شهر من الزيت والسكر ويعني مجموعه كده من السلع الغذائيه ما بندفعش فيها ولا مليم. يعني النهارده هيعتبر الزيت اللي هتشتغلي بيه ببلاش. لو انت بقى ما عندكيش بطاقه تموين هقول لك برضو على حل دلوقتي. طبعا حبيبتي وصاحبتي بعتت لي 3 عبوات زي اللي انت شفتيهم دول. انا عملت لها واحده بالالوان زي ما شفتها كده في اول الفيديو، تنفع للجسم وللبشره وللشعر كمان، وممكن تستعمليها في كل حاجه. وعملت لها الجزء اللي انت شايفاه ده عملته بالمسحوق جل وبودر، تستعمله للاطباق والملابس زي ما هي عايزه. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدا. دول اخر شويه صودا كانوا موجودين عندي. عشان بقى اعرف هشتغل بقد ايه زيت لازم اعاير كميه الصودا دي، وهستعمل طبعا المعلقه، واحنا عرفنا ان احنا نستعمل الكوبايه والمعلقه، مش محتاجين ميزان خالص. فانا عديتهم لقيتهم 11 معلقه مليانين. يبقى انا محتاجه قد ايه ميه؟ على ال 11 دول هحط كوبايه ونص. الكوبايه اللي انا عايرت بيها الميه هي اللي انا هعاير بيها معاك الزيت دلوقتي. هعمل لها حمام ميه بارده بعد ما ادوب الصودا وهسيبها تبرد. ودول شويه كده من بواقي الصابون اللي احنا بنستعمله في الاستحمام. وهنا نص قطعه من اي صابونه بتفضليها. الصابونه دي بالعسل حلوه قوي، والصابون ده اللي احنا عملنا له اعاده تدوير مع بعض في الفيديو. كل الكميه دي انا هبشرها بالمبشره، المبشره بالناحيه الرفيعه، علشان انا عايزه القطع تكون يعني حجمها صغير عشان لما تبان في الصابونه ما يبقاش اوفر قوي. يعني انا بشرت الكميه كلها، ودلوقتي الصودا بتاعتي بردت. هعاير بقى الزيت اللي انا هشتغل بيه. انا عندي 11 معلقه من الصودا الكاويه مدوباهم في كوبايه ونص من الميه، هحتاج لهم 5 كوبايات ونص من الزيت. ال10 معالق صودا هياخدوا 5 كوبايات، والمعلقه الزياده احط لها نص كوبايه زياده. طبعا العبوه اللي انا اشتغلت بيها دي الساعه بتاعتها 800 مللي بس، فانا كنت محمره بطاطس الصبح مره واحده بس، فالزيت ده هيكون مناسب للوصفه بتاعت النهارده. خدت منه كوبايه ونص عشان اكمل الكميه كيلو ونص كوبايه. بعد كده معايا اكياس الشاور الصغيره دي، الكيس بيكون بجنيه ونص، واكياس الشامبو بتاعت الشعر بيكون الكيس بجنيه. احط كيسين من الشاور وكيسين من الشامبو، وهقلبهم كويس قوي مع الزيت. بعد كده تشكيله الصابونه اللي انا بشرتها هاخد من كل لون كده معلقتين. طبعا دي تشكيله متنوعه كده من الصابون الجاهز، كل صابونه فيها ميزه. احنا هناخد كل المميزات دي في الصابونه بتاعت النهارده، من حيث بقى الصلابه بتاعتها والتنظيف والرغوه والريحه وكل حاجه. هقلب كل ده مع بعضه. انا حطيت شاور جل، حطيت شامبو الشعر، حطيت صابون بشره تشكيله. هقلبه كله مع الزيت، وبعد كده بقى الصودا هتكون بردت هنزل بيها بالتدريج واحده واحده واقلب. بصي بقى الصابون مش هيدوب منه جزء بتأثير الصودا الكاوية، لأنها هتسخن الخليط فهيدوب، لكن هيفضل منه أجزاء كده هتبان في الصابونة زي ما شفتيها في أول الفيديو. هديله تقلبتين 3 كده يعني لمدة 5 دقايق، وبعد كده ممكن تريحي وترجعي تقلبي تاني. طبعا الصابون بتاع النهارده تقدري تحطي إضافات على ذوقك وحسب ما هو متوفر عندك. أنا عندي مية ورد هحط معلقتين أو 3. انت ما عندكيش ميه ورد تقدري تحطي معلقتين او 3 معالق برضو من عسل النحل، حلوين قوي. طيب الصابون ابتدى يتقل، هنزل بقى بكميه الصابون المبشور اللي باقيه معايا كلها.
وهقلب طبعا كويس قوي. بعد كده برضو هقولك على اضافات تانية اختيارية لو موجودة عندك، واللي مش موجود هقولك البديل بتاعه. هنا الصابون ابتدى يتقل اهو. انا حطيت جزء من الصابون المبشور ده في الاول مع الزيت، وحطيت جزء في الاخر. الجزء اللي في الاخر ده عشان يعني الصابون هيكون ابتدى يتصبن مع بعضه، فهحتفظ بقى بالريحه اللي موجوده في الصابون، تكون موجوده معايا في الصابونه، لان خلاص احنا دخلنا في عمليه التصبن، يعني تاثير الصودا الكاويه قل شويه، فمش هيأثر على الريحه بتاعه الصابون. حطيت معلقتين من زيت جوز الهند، موجود عندي مش موجود عندك انت هتستبدليه بمعلقتين 3 من الدهن الحيواني، هتسيحيه وتاخدي 3 4 معالق. مش موجود عندك دهن ممكن تحطي سمن نباتي، او تحطي زبده، او تحطي معلقتين من زيت الزيتون اللي موجود عندك. بعد كده تقدري تضيفي ريحه لو متوفر عندك، مش متوفر ممكن تحطي مثلا مكعب مسك تبشريه وتحطيه، هيديك ريحه حلوه. او تحطي كيسين فانيليا من الفانيليا البودر، او 3 4 معالق من الفانيليا السايله، هتخلي الصابونه ريحتها حلوه قوي. ولو ما فيش كل ده، انت حاطه صابون بشره وحاطه شاور جل وحاطه شامبو للشعر، وكل ده ريحته هتكون حلوه قوي وموجوده في الصابونه اللي انت مصنعاها. حابه تشتغلي باللون زي ما انا بعمل كده براحتك، حابه تخلي الصابون على لونه، ده زيت يعتبر جديد مش مستعمل، فهتكون الصابونه لونها ابيض قوي مختلف يعني، ومتميز عن الصابون البلدي العادي اللي احنا بنعمله. الناس بقى اللي ما عندهاش بطاقات تموين هتتصرف ازاي عشان تعمل وصفه النهارده؟ هقول لك الزيت ده في ناس كتير قوي بتصرفه على البطاقه، بس ما بتحبهوش عشان بتكون ريحته وحشه شويه، فيا اما بيدوه لاي حد محتاج له، يعني حد يكون يعرفوه محتاج الزيت ده بيديهوله، نفسهم بتبقى سامحه لهم بكده، او بياخدوا الزيت ده يبيعوه، يا اما بيستبدلوه من عند البقال بسلع تانية. الناس بقى اللي بتبيعه، انا كنت في السوق وشفت الناس قاعده بيه في السوق بتبيعه، وعلى فكره بيبيعوه بنفس السعر اللي بنصرفه بيه من التموين. احنا صحيح ما بندفعش فلوس واحنا بناخد التموين، بس كل سلعه لها سعرها. سعر الزيت ده او العبوه دي بيكون 30 جنيه، وبرضه بيتباع في السوق بنفس السعر. تقدري بقى تجيبي ازازتين، يعني لما يكون عندك ازازه 800 مللي ب 30 جنيه هتعملي بيها كميه صابون زي دي، يبقى برضه يعتبر توفير، لان سعرها هيكون مش كتير يعني. شايفين بقى لونه بيبقى عامل ازاي اول ما تفرغي القوالب؟ بعد كده بيبتدي يبان اللون اكتر تاني يوم وتالت يوم، زي ما انت شايفاه كده، حاجه يعتبر ببلاش وعملتيها بامكانياتك العاديه جدا. طبعا انا اشتغلت بخامات، لو مش موجوده عندك قلت لك على البدايل، يعني هتعملي وصفه موفره جدا. ودلوقتي بقى احنا تاني يوم بالظبط هنجرب رغوه الصابونه، هتشوف رغوتها عامله ازاي. الصابونه دي بقى بعد اسبوع وبعد 2 وبعد 3 وبعد شهر وبعد 2 الرغوه دي بتكون مضاعفه. كمان الريحه العطريه للصابونه ابتدت تظهر بقى، الصابونه اللي احنا حطيناها للتشكيله اللي احنا بشرناها دي، وكمان الريحه اللي احنا استعملناها او الاضافات اللي اشتغلت بيها، وكمان ريحه الشاور والشامبو، كل ده هيبان في الصابونه كل ما تتقلي عليها وتسيبيها براحتها كده، يعني تاخد لها اسبوع 2 3 4 شهر شهرين 3 4، كل ما تتقلي على الصابونه كل ما كنت انت الكسبان.